إذا معلومة قانونية جديدة، وطبعا كنواكبوا معكم فاجعة هذا الزلزال اللي هز الحوز ومجموعة ديال المناطق بالمغرب. اليوم غادي يتكلم دكتور معتوق على القانون اللي كيتعلق بتعويض ضحايا هذه الوقائع الكارثية. مرحبا بك دكتور، أهلا. اهلا وسهلا. إذا ماذا عن هذا كنهضروا على الحوز، وراه كاين لا بحكم العدد الكبير في الحوز، نعم، ترودات ورزازات. الناس كيحسوا براسهم مستثنين. بعض المناطق بحال ورزازات تيقول لك واش حنا ماشي ما داخلينش حنا في هذه المناطق المنكوبه، ما كتهضروا علينا، ما كتوصلوا لنا اعانات الى اخره. على اي لقيت بعض التدخلات ديال بعض الاشخاص من هذه المناطق اللي تيحتجوا، ف يمكن حيت الاغلبيه كانت في الحوز والاقليم الحوز ومشات في التواصل عموما كنتكلموا على الحوز، ولكن نعم. كاين مناطق اخرى اكيد نعم اللي خصنا نردوا لها. وبالمناسبة عندنا المبعوث ديالنا في تارودانت، يعني التحق يوم أمس هو في تارودانت، وكاين المبعوث ديالنا أيضا بالإقليم ديال الحوز. والصوت ديالكم طبعا وصلوا على راديو أصوات 0522 77 24 24. إذا نرجعوا معك دكتور، ماذا عن هذا القانون اللي كيتعلق بالتعويض ديال ضحايا الوقائع الكارثية؟ نديروا المعلومة اليوم، معلومات اليوم نعم. نديروها. القانون 110/14. هذا القانون تتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 99/17 اللي هو مدونة التأمينات. إذن هذا القانون هذا فوقاش تنشر في جريدة رسمية. هذا القانون 110/14 تنشر في شتنبر 2016، وبداو المراسم التنظيمية كتخرج وكتدقق وكتحدد كيفاش الطريقه باش غادي نطبقوا هذا القانون. اذا اول حاجه خصنا نعرفوها، هذا القانون 110/14 ديالاش هذا كيتعلق بتعويض الضحايا اللي اصابهم اضرار ماديه تتعلق بالمساكن ديالهم او اضرار بدنيه او الحياه ديالهم جراء ماذا؟ جراء الكوارث الطبيعيه. هذه الكوارث الطبيعيه هي الفيضانات، هي الزلزالات، هي كلها اللي كتعلق بالطبيعه، يعني رياح وسبات اضراب، تسونامي، زلزال، اي كارثه طبيعيه. وهذا القانون دخل ايضا حتى الكوارث اللي هي من فعل الانسان، بحال العمليات الارهابيه او الفوضى اللي كتوقع في بعض المناسبات، كتوقع فوضى. ان هادو كانوا مبدئيا كلهم مستثنين من الضمان. ملي كتمشي عند التامين تتقول الله يخليك انا مامن، خلص لي راه السياره ديالي تهرسات، راه الدار ديالي تهرسات، راه ولدي تجرح، راه فلانه تضربات، تيقول لك هادو راه مستثنين من الضمان. اذا نخرج هذا القانون باش ندخلوا هادو تهما في الضمان. اذا 2016 فاش خرج القانون، المفروض من بعد ما خرجوا النصوص، لان اخر فصل ديال هذا القانون اللي هو الفصل 71 تيتكلم، تيقول ولدي غادي يدخل حيز تطبيق هذا القانون بعد ما يخرجوا المراسم. هذا في 2016 والمراسم خرجوا، والمؤسسه اللي كتدبر هذا المجال هذا معروفه. المدير العام تم تعيينه من طرف صاحب الجلاله. الفلوس بدات تدخل من 2020. انتم عاقلين بينكم اللي جا التامين في 2020 لقيتوا راسكم زادت عليكم واحد 200 درهم، ما عرفتوهاش ديالاش. قالوا لكم الكوارث الطبيعيه هي فعلا 1% من القسط ديال التامين اللي كيأدي بالنسبه لكل التامينات التي تتعلق بالسيارات والتامينات الاخرى، باستثناء التامين على الحياه، هذا هو اللي ما كيقتطعش فيه. اما جميع المواطنين اللي كيديروا تامين راهم منخرطين وعندهم واجب ديالهم كيأديوه وكان اجباريا. اذا الصندوق راه فيه الفلوس، راه من 2020 بدا يطبق. واليوم كارثه هي وقعت. اذا تيخص الحكومه تحرك في هذا السياق، تقول لنا واش مازال شي نص تنظيمي، مازال ناقصنا شي حاجه، واش ما عندناش الفلوس، واش هاد الناس غنعوضوهم، واش ما نعوضوهمش. غير كاين واحد الشرط تيقول لك باش يمكن لنا نحركوا هذا المسطره والمواطن المتضرر يصبح له الحق في المطالبه بالتعويض،
خص لازم قرار اداري. شنو كنقصدوا بقرار اداري؟ اي ان الحكومه كتصدر واحد القرار وكتقول نحن نقر بان هذه الكارثه اللي عرفت البلاد ديالنا في المنطقه الفلانيه هي كارثه طبيعيه، وبالتالي تدخلوا في اطار الاشخاص اللي يستحقون التعويض في اطار قانون 110/14. اذا ملي كيخرج هذا القرار فوقاش خصو يخرج؟ خصو يخرج في الاجل ديال 3 شهور من تاريخ الزلزال. ملي كنهضروا على الزلزال، حيت راه ما كانش غير الزلزال، راه كانت حتى الجائحه. وعلاش الجائحه ما دخلناش؟ ماشي كارثه طبيعيه؟ راه ما استثني من هذا القانون هو الكوارث او الحروب البيولوجيه والجرثوميه والنوويه، هذوما اللي مستثنيين، والحروب الاهليه، الحروب العاديه الكلاسيكيه اللي كتعرفوا، هذوما اللي مستثنيين. اما حتى الارهاب داخل. والجائحه، الجائحه شنو هي؟ كي غادي نديروا نصنفوها؟ ما هياش جرثوميه، ما هياش بيولوجيه، ما هياش نوويه، هي فيها الشروط ديال القوه القاهره ديال واحد الحاجه اللي هي طبيعيه خرجت ما عرفناهاش، فيروس. ويمكن اهل الاختصاص يشرحوا اكثر باش نصنفوها واش. ولكن نقولوا صاحب جلاله خدا واحد المبادره وخلق واحد الصندوق وقضى الغرض الحمد لله. طيب، كانت هناك فيضانات السنه اللي فاتت، ياك السنه اللي فاتت وقعت فيضانات، السنه اللي فاتت ما تحركش هذا الصندوق، والحكومه ما تحركاتش، ما هضرتش على هذا الصندوق. اذن واش اليوم حان الوقت لتفعيل هذا الصندوق ام لا؟ فالمواطنين راهم منخرطين وساهموا دائما في اطار التضامن، لان هذا نظام تضامني الناس كيأديو. غير بغيت نشرح هو انه غتقولوا لي والناس اللي ما عندهمش تامين، ما كيخلصوش كاع تامين، لا سياره لا دار، لا ما عندهمش كاع، واش هادو ما مامنينش؟ لا تا هما مامنين. حيت الا كنتي كتخلص تامين راك غطالب حقك لشركه التامين اللي انت مامن عندها وخلصتي قسط التامين ديال الكوارث الطبيعيه، ديال الحمايه من الكوارث الطبيعيه او التامين ضد الكوارث الطبيعيه. ولا ما كان عندك حتى شي حاجه ديال التامين ما كتخلصهاش، فانت كتدخل كمستفيد في اطار نظام تضامني اللي تخلق من اجله صندوق ضمان ضد المخاطر كوارث الطبيعيه. يعني ما عندكش وصل لك هذا الضرر بحال هاد الناس ديال الزلزال، فهما خصهم ياخذوا تعويض على المنازل ديالهم، تعويض على الناس اللي فقدوا، تعويض على الاضرار الماديه، تعويض على الاضرار المدنيه اللي وقعت لهم. وحتى يعني الوعاء واسع، راه حتى لا كانوا غير شي ناس غير النساب ديالهم اللي تاهما تكرفسوا وعندهم علاقه بالسكن ديالهم، تاهما محرومين من السكن لانه كانوا عاطينهم فين يسكنوا الى اخره، تاهما داخلين في اطار اشخاص اللي كيستافدوا. ان هناك كارثه طبيعيه، الحكومه عندها واحد الاجل ديال 3 شهور، يعني دابا هذه شحال تقريبا؟ اسبوع، مازال ما كملناش اسبوع، اليوم الاربعاء، يعني الجمعه غادي نكملوا اسبوع. اذن ما تكلماتش نهائيا الحكومه ولا حتى شي وزير خرج تكلم على هذا الصندوق. هذا غير من باب الاطمئنان ومن باب التبشير بالخير، يعني اما الحمد لله الخيرات راها موجوده، وهناك تدفق، المواطنين مستواهم عالي مستوى الحمد لله. يعني الناس اللي خاص فقط هو التأطير ويكون داكشي في القنوات ديالو القانونيه والاداريه صحيحه باش يتم الاستفاده من هذه الاعانات اللي كيعطيوها المواطنين. الدوله يعني بالنسبه للمتدخلين، يعني الشرطه وقوات المسلحه والقوات المساعده والوقايه المدنيه حتى هما كيشتغلوا، ورجال السلطه يعني بالضبط وزاره الداخليه ايضا تشتغل وبقرب في هذا الموضوع هذا. يعني الحمد لله ما كنحسوش بانه راه حنا كنموتوا بالجوع، راه داك الناس مكرفصين، راه ما كاينش. ولكن فيها باس، عندنا الاعانات ديالنا ديال المجتمع المدني ديال الدوله، واخا نقص الحس ديال المسؤوليه الانسانيه التضامنيه في بعض المسؤولين، ولكن فيها باس. عندنا واحد الصندوق نخرجوا نتكلموا نقولوا حنا كنبشروكم، عندنا واحد الصندوق الحمد لله راه حتى اللي خاصو الدور ديالو، راه الحكومه دايره واحد البرنامج، ولكن عندنا واحد الصندوق ايضا موازاه مع البرنامج الحكومي ديال الاعانات والتوجيهات الملكيه. عندنا واحد الصندوق حتى هو غادي نفعلوه ان شاء الله اذا توفرت الشروط وعندنا جميع النصوص القانونيه الى اخره. ما فيها باس، ما زعما على اين. ف هادشي باش نقول التسنه القانونيه الحمد لله ما عندناش ضعيفه،
عندنا النصوص القانونيه ديالنا، ولكن تيخص فقط التفعيل ديالها والتعريف بها باش الناس يعرفوا راسهم شنو ليهم وشنو عليهم. نعم واضح. إذا شكرا دكتور. معلومات اليوم كانت حول نظام تعويض ضحايا الوقائع الكارثية.